الحوار مع المهندس يحيى مولود. معي مباشرة عبر الهاتف اتصال مع المهندس جابرييل المر. صباح الخير. صباح النور. حطيت حضرتك من شوي انه انت محاصر من قبل من اسميتم بالقمصان السود. شو تفاصيل هذا الموضوع؟ هل صحيح انك محاصر موجود بقلب بيتك؟ ومن هم هؤلاء؟ أول شيء بدي صحح، مش بقلب بيتي، بقلب مكتبي. نعم. وصلت على المكتب من يومين، بتفاجأ انه في الصور اللي حطيتهم على الفيسبوك اللي هن عدة اشخاص خارجين عن الامن. نحن بمؤسستنا هون في عنا شركة امن لها 15 سنة، ما صار ضربة كف لانه ماسكين الامن بكل تفصيل. نعم. بطلع بالاسانسير على مكتبي، بيطلع 3 بيلحقوني قدام المكتب قدام الازاز، حطيت الصورة. تسألهم سكرتيرتي شو عم تعملوا هون؟ نحن من قبل الشيخ ميشيل. قلت لهم بس هون مكتب جابرييل. قالوا لا نحن بنتلقى اوامرنا مباشرة من الشيخ ميشيل ابنك يعني. المهم مش اعطيكي كل التفاصيل اللي صارت، بس جيت بدي فل، قلت لها سكرتيرتي سكري لنفل. بطلع قدامي بتهذيب بالاسانسير، بفوت انا، بفوت 2 وراي بالاسانسير، بظهر من الاسانسير على الطابق الارضي، بيظهر وراي وبيجي قرطني دفشه بكتفه. انا عمري 80 سنه، يعني شكرت ربي اللي رحت على مترين بس ما وقعت من شان ما. طبعا هالشيء ادى انه اليوم بعثت المحامي قدم شكوى بالنيابه العامه، لانه طلبت الدرك. اجوا قالوا لنا نحن ما فينا نزيحهم لانه بالنهايه عطى الامر ميشيل انه يكونوا هون. اتصالي على المبنى هلا بتكون وصلت الريبورتر تبعكم، بيمنعوا الناس تفوت لعندي. يعني هن موجودين هلا بعضهم بنفس موجودين. نعم. في تحت هلا في 5 6 وبمكتبي في 2، ساعة بيكونوا 3، ساعة بينزل واحد قدام الازاز دغري قدام باب مكتبي، بحجة انه بالطابق تبعي في غير مكاتب. طيب انا ونازل سألته شو عم تعملوا هون؟ قال نحن لحراستك. قلت له انا كتر خيرك، قال ما بدهم يحبسني، عمري 80 سنة ما حدا بده يحبسني. من قبل مين جاي؟ من قبل الشيخ ميشيل. قلت له عمل معروف، روح لعند الشيخ ميشيل وبقول له ما تطلعوا بقى على الطابق الرابع. بجي اليوم بلاقي شيء ذاته 5 6 تحت لابسين قمصان سود. بجي امبارح تفوت على المكتب بيوقف بالدار ب4، قربت بيناتهم قلت له زيح. يعني انا ما بخفي عليكي، جيت جبت معي 4 5 شباب. نعم. بس انا ما بدي اعمل مشكله، انه صار له مجزره، لانه ابني محترمني كثير. ابني وصل لحدود الاحترام انه يجيب ناس يتهجموا على بيه، يدفشوا بيه تيستفزوني، عم بيعرفني انه انا عندي كرامتي كبيره كثير كثير كثير، وانه عاده طبعي شوي حمش، يعني ما بلقى هالمسحات هيدي. انه بتكون رده الفعل عنيفه بتؤدي الى اشتباك، يعني بيعملوا لي كفين قدام الكل. لا بل اكثر يمكن يكون عنده، لانه وصل الشر معه، يمكن يكون عطيه تعليمات انه اذا جابها او شيء قرطوا رصاصه، بالنهايه دفاع عن النفس بتكونوا. انا ضبطت اعصابي وجيت وقدمت اليوم شكوى امام المدعي العام الرئيسي غادة عون. نعم. يعني هي المكاتب باسم مين؟ مكاتب باسم شركة استوديو فيزيون اللي انا اسستها، انا اشتريت الارض، انا بنيتها، انا عملتها ووزعتها على اولادي، على الاولاد ال4. مكتبي هو مكتبي انا الخاص، هلا بمين اسم الارض وبمين هاي، بالنهايه انا لي بالمكتب هون من وقت اللي انعملت البنايه. ومن ثم في نزاع على الملكيه، لانه انا استرجعت الملكيه، كل ملكيه استوديو فيزيون ما بقى له فيها شيء ميشيل، لا ولا اي صاحب. هو اعترض وقف التنفيذ، بس ما استعاد الملكيه. يعني ما في مكاتب باسم ميشيل المر؟ ما في مكاتب باسم ميشيل المر، حتى اذا باسم ميشيل المر بيعتدي على بيه. يعني وصلت الاخلاق العاليه من الولد. انا ربيت اولادي على اساس مخافه الله ورضا الوالدين. هذا اللي بدي اقول لك اياه بالمختصر. هذا الوضع اللي صاير عندي. طيب استاذ جابرييل، شو المسار القضائي المتوقع حضرتك، او يفترض انه قلت انه شكوى حضرتك؟ نعم. شو المراحل المرتقبه؟ المحامي اخذ ورقه التبليغ وجايبها هلا، بعد لازم ربع ساعه نص ساعه يكون بجديدي بالتحري، منشان يجي التحري يشوف القصه كيف هي، لانه هاي مش من صلاحيه الدرك. نعم. انا بدي اقول على الاعلام، يعني هذا الغطرسه رح اقول شو بيقول ابني. انا ما فارقه معي، انا كل الناس بجيبتي، انا معي الاعلام
لا فرق معي رئاسة جمهورية ولا رئاسة وزارة ولا رئاسة مجلس ولا نواب ولا وزراء. أنا القوى الأمنية بإيدي، أنا القوى القضائية بهددها ما حدا بيسترجي فيي، من حاكم البنك المركزي للمصارف. أنا ميشيل جابرييل المر بعمل، هلا صار يقول ميشيل المر، بطل ميشيل جابرييل المر. لهجة عالية بشكل أنا ما بعرف إذا بعد في قضاء أو بعد في سلطات سياسية أو بعد في سلطات أمنية أو بعد في سلطات مصرفية أو كلهم صاروا بجايبة ميشيل جابرييل المر. نعم. هذا الكلام اللي عم نسمعه بغطرسة وبعياط يعني شو بدي اقول لك، هذا الوضع. يعني فينا نقول انه عم تتهم حضرتك ابنك بمحاولة اغتيال يعني؟ مزبوط يعني الطريقة اللي عملوها امبارح معي، لو ما كنت انا عاقل ومشيت يعني ما جبت سكرتيرتي نزلت شو صار، ما صار شيء بشيء، مشيت وضمتني فالت ما واجههم. انه المواجهه هي بالنهايه يعني بده يصير في قواس وبده يصير في دم وبده يصير في نعم. بس بالدعوه في كمان يعني انه محاوله اغتيال. مزبوط انا بدعي بمحاوله اغتيال، بابتزاز، بتهديد و يعني انتيميداسيون ما بعرف بالعربي. نعم. عندك خوف انه القضاء ما يكون الى جانبك بهالموضوع؟ عم بتقول في استقواء انه القوى الامنيه بايدي والقضاء يعني. انا برايي المدعي العام يعني الرئيسي غادة عون ما بهمها الاستقواء، والقضاة اللي هن على مستوى العجلة وعلى مستوى بساء بانه كلهم اوادم. نعم. مش بادعائه، يعني اذا ادعى انه القضاء بجايبته يعني القضاء بجايبته، بيدعي انه رئيس الجمهورية بجايبته رئيس الجمهورية، ما انه بجايبة ميشيل المر، لا رئيس الجمهورية ولا رئيس الوزارة ولا حدا. ميشيل المر بالنهاية شاب، لو ما انا اعمل له كل هالشيء كان هو هلا موظف بشي بنك ب $1500. نعم. يعني بالختام يعني القمصان السود مين طلعوا؟ قمصان السود مين طلعوا؟ شو طلعوا؟ القمصان السود اللي حكيت عنهم يعني. ليش استخدمت هذا التعبير؟ لانه لابسين اسود وعم يهددوني. شو بيكونوا؟ لابسين كلهم، شفتي انا حطيت على الفيسبوك اليوم. عم نشوفهم على الهواء اصلا هلا بهالوقت. يعني واضح من جايبهم ما بعرف. اللي شايفتيه على اليمين هذا اللي دفشني، اللي لابس الاسود القميص وتحت رمادي، هذا اللي حط كتفه على كتفي ودفشني مطرحين ثلاثه. نعم. طيب شو متوقع يعني اي متى يعني انا متوقع من هلا الساعه، يعني بعد نص ساعه لازم تكون الورقه عند التحري، ونص ساعه ثاني لانه في عجقه سير من الجديجه لهون، ما اعتبر بعد ساعه بيكون التحري هون، راح نقول لهم هاي القصه عملوا معروف شيلوا لنا هن. نحن انه متوقع القضاء يتعاطى بسرعه مع هذا الموضوع ويكون في قرار بوقت قريب، ام انه تاخذ القصه اجراءات وربما تدخلات بهذا الاطار وتمد لاجل غير محدود؟ القصه متعدده الجهات. الوجهه الاولانيه الامنيه انا معتبرها هلا اليوم مفروض تنتهي، ومفروض يقولوا لهم اعملوا معروف، لا انتم لا ميشيل بتقدروا تتعدوا على الناس، فرجونا افضلكم. بس قصه الملكيه وما الى ذلك. نعم. قصه الملكيه يعني قصه الملكيه بالمحكمه هلا انا يوقفها، مش انه ترجعها. قصه الملكيه وقف تنفيذ طرح على الاساس. هلا بتاخذ جمعه بتاخذ شهر. نحن بالقضاء اللبناني في تبليغات وفي مهل 15 يوم للجواب و15 يوم للاطلاع، يمكن تاخذ سنه، بس الملكيه ثابته انه ما عاد له شيء باستوديو فيجن. نعم. شكرا لك المهندس جابرييل المر على هذا التوضيح. اهلا وسهلا فيك. انا برجع لك المهندس يحيى مولود.